اليوم جاني واحد الأخ إطار، راح الواحد على أساس أنه راقي وعطاله هذا الحجاب، قال لي عنده واحد 5 شهور ولا 6 شهور وعندي، على أساس قال له ندير لك حجاب الأزهر وما عارف. ولكن الأمر السيد زاد واحد عنده واحد الأمور، قال لي وليت نحس بواحد الأمور ما كنتش نشعر بها من قبل وما كانتش عندي. قال لي حتى أنا راني حاير في روحي. إخوتي شو يعني بباسمو، يعني مستحفظ عليه مليح، هذا السحر عليه من الله ما يستحق. هذا خدموا له بمبلغ وحد ربي، يعني كي قال لي أنا وما أمنش. الله أكبر سبحان الله، يعني كي تحلو يتقطع وأنا مانيش حبو يتقطع، حبيت نعرف وش فيه. شوفوا إخوتي، حسبنا الله ونعم الوكيل. راكم تشوفوا إخوتي، وهنايا شكي كان في محله. هذا الساحر إخوتي داير هذا الأخ، هذا الشخص دير له سحر خضوع. يعني هذا الساحر اللي راح قال له ندير لك الازهار، راه داير هذا الشخص داير له سحره بيكون خاضع لهذا الساحر. يعني كان عندي شك، خاطش قال لي ملي بديت نهز معايا هذا وقال له كي تجي ترقد ديرو في المخده، قال لي وليت ندي له دراهم بلا حساب، ووقت اللي يعيط لي اي حاجه يطلبها مني ونكون حاضر ناظر. قال لي وكان يقول لي سيارتك بيعها وجيب لي المبلغ نتاعها، قال لي نبيعها ونجيب المبلغ. قال لي استغفر الله، لو كان اي حاجه يطلبها من عندي نديرها. هذا الساحر دار لهذا الشخص سحر الخضوع، بيكون خاضع ليه، باه يطبق جميع الاوامر تاعو، واش يطلب منه يقول له حاضر. يعني راح ليه زعما على اساس انه يدلو تحت باه يدلو زهر كما يزعمون هما، ما الزهر ما داروش حتى لرواحهم، ولا داير للسيد هذا اللي راح ليه خلصوا دار له سحر الخضوع. هذا سحر الخضوع يديروه النساء بزاف للرجال، باه يتبعوهم وبيكونوا خاضعين لهم ويصرفوا عليهم ويشروا لهم السكن ويكتب لها سياره على اسمها وامور، وتكون هذه السيده او ذا السيد خارج الطريق وما يهدرش معها الزوجه تاعها ويشوف كل شيء بعينيه وما يهدرش. هذا الساحر دلوا ليه سحر الخضوع، باه يكون خاضع ليه ويدير فيه واش بغى ويطلب منه واش بغى، يكون تحت الاوامر تاعو. يعني الساحر راك تروح ليه على اساس حاجه، بصح هو راه يسحرك باه تكون خاضع ليه، باه تكون انت تتبع فيه. يعني اصحاب بكري كانوا شويه السحر، هذوك ولاو اخطر مما تتصور، ما ولاش يخافوا ربي نهائيا. حذاري اخوتي، حذاري ثم حذاري ثم حذاري. وهذا رقيته اليوم صدت في حاله غيثيه. اذا هذه تجيب الزهر وتجيب الاخر، سبحان الله، نحصلوا كل شيء في السحور. اتقوا الله، ارجعوا للطريق الصواب. مع تحية شيخ الرقي المعالج أبو تقي الله الجزائري.